السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فاضل ايام قليلة ويجي عليكم بالخير والسعادة ان شاء الله. دي بتاعت المحلات بالظبط، وكمان اطعم وحاجة مضمونة ومعمولة في البيت. يلا نشوف وصفتنا. بسم الله. هنعمل الشربات او السيرب بطريقة مميزة وهيعجبكم قوي. يلا نتابع الفيديو ونشوفه للاخر. ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة هنعمل الشربات علشان يكون جاهز معايا وفي نفس الوقت يبرد. معايا كوبايتين من السكر، بسم الله. ودي الكوبايه الثانيه، دي الكوبايه الكبيره. بنفس الكوبايه بحط كوبايتين من الميه، بسم الله. وادي الكوبايه الثانيه. هسيبه ياخد غلوتين. اول ما يبتدي يغلي هحط له نص ليمونه، والفانيليا مش هحطها دلوقتي. بحضر بقى في كوبايه صغيره 3 معالق من الميه، وبحط فيها رشه بسيطه من الزعفران، ولازم اقلبه كويس. دي بتفرق قوي في طعم الكنافه وفي شكلها. معايا بقى بنات للشكل والمنظر. معايا بقى 3 معالق من الميه، وحطيت فيها حاجه بسيطه من الزعفران وقلبتها كويس. هتخلي الشربات شكله في منتهى الجمال ومفيش تأثير على الطعم خالص. الشربات بدأ يعني يغلي معايا اهو، لو انتوا شايفين مش بدخل المعلقه خالص. هحط الزعفران، بسم الله. شايفين بقى الميه هتدي للكنافه شكل في منتهى الجمال، هيعجبكم قوي. ده بيتباع عند العطار، ده بيبقى من الزعفران، مفيش مشكله. مش هقلب السكر خالص. وطبعا شربات الكنافه بيكون تقيل شويه. اول ما الشربات او السيرب يغلي معايا هبتدي احط عصير الليمونه، نص ليمونه بس. واحط الفانيليا، كيس واحد بس من الفانيليا، واسيبه يغلي 12 دقيقه. بعد ما ياخد غلوتين، 12 دقيقه بس، علشان هو ال 12 دقيقه ده هيكون تقيل معاكي شويه. وخلاص كده عدت 12 دقيقه، وهدفع الشربات. قبل ما يبرد هنفضيه في حاجه تاني على طول. بسم الله. هنعمل الشربات او السيرب بطريقه مميزه وهيعجبكم قوي. يلا نتابع الفيديو ونشوفه للاخر. ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. خلصنا كده الشربات، هسيبه بقى يبرد ونشوف الخطوه اللي بعدها. الطريقه اللي بعتمد عليها على طول القشطه الكدابه. لكل كوبايه من اللبن بحط لها معلقه ونص من النشا. النهارده انا هعمل 4 كوبايات، وكل القشطه اللي بتكون في اللبن بحطها، بسم الله. ودي 4 كوبايات كده من اللبن. 4 كوبايات من اللبن بحط عليهم نص كوبايه من السكر، وحسب الرغبه ممكن تحطي كوبايه وممكن تحطي نص. احنا بنحب الحاجه بتكون مش مسكره كده. كل حاجه احنا بنشتغلها على البارد. لكل كوبايه من اللبن معلقه ونص من النشا. يبقى احنا كده شغالين على البارد. علشان الطعم يكون حلو معانا لازم احط كيس من الفانيليا. القشطه الكدابه دي بتكون حلوه قوي في الكنافه وفي البطاطا وفي البسبوسه. انا بعتمد عليها على طول وبتكون مظبوطه. هقلب كل حاجه كويس على البارد، وبعد كده هنرفعها على النار. لو انت هتمشي بالكوبايه هتعملي المقادير اللي قلت لك عليها. لو هتعملي نص كيلو لبن هتحطي 3 معالق كبار من النشا. لو هتعملي كيلو حطي 6 معالق كبار من النشا. نفضل نقلب فيه كده لحد ما السمك يتقل معانا. وكده القشطه الكدابه تكون جاهزه معانا. شايفين السمك بتاعها؟ خلاص كده هطفي عليها وهغطيها واسيبها تبرد. خلاص كده جهزنا السيرب وخلصنا القشطه الكدابه. عندك حلين للكنافه. الكنافه دي انا لسه مطلعاها من الفريزر. الحلين اللي عندك هتقصيها بالمقص، يا اما هتشتغلي في الكبه على طول. انا النهارده هشتغل في الكبه الصغيره دي. هاخد حته حته صغيره لحد ما اخلص الكميه كلها. الكميه كلها كيلو الا ربع. وده بيكون شكلها بصراحه بتكون سريعه معايا، وبنخلص الكميه في وقت قليل. بسم الله. شايفين عامله ازاي؟ احنا عايزينها كده. تقدري تقصيها بالمقص زي ما قلت لك، وتقدري تعمليها بايدك. خلاص خلصت الكميه كلها. معايا كوبايتين من السمنه وهسيحهم، بسم الله. هغلف الكنافه بالسمنه. خلاص كده شربنا الكنافه بالسمنه. هنجيب صينيه مدهونه اهي. الصينيه دي كبيره شويه، وقسمت الكنافه لجزئين، نص من فوق ونص هنحطه بعد ما نحط القشطه الكدابه. هنبتدي بقى نسكن الجزء الاولاني. خلاص كده هحط بقى القشطه الكدابه. خلاص حطينا القشطه الكدابه. الجزء بقى الاخير بفضل احط فيه حبه حبه. ولما بحط القشطه الكدابه مش بحط في الجناب علشان ما تخرجش منها. يعني شايفين الاطراف؟ بجيب كده وبحط، وابتدي بقى احط شويه بشويه. بسم الله. هنوزعها الاول وبعد كده هنفردها بالراحه. خلاص كده شويه بشويه بقى بالراحه كده، زي ما اكون بطبطب عليها، يعني علشان ما اخرجش القشطه الكدابه.
هحط لها حاجه بسيطه من الزبده وادخلها الفرن، وكده تكون جاهزه تدخل الفرن على درجه حراره 180، ما تكملش نص ساعه في الفرن. خلاص كده انا طلعتها من الفرن، شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي. بسم الله. الشربات بيكون بارد. مش بقطعها لما تبرد. هغطيها بورق السلوفان نص ساعه وبعد كده هنقطعها. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ جميله حتى من تحت اهي متحمره وجميله. فين بقى الجمال؟ هتدوق. حاضر خد. وانت مش عايزه تدوقي يا سمسم؟ جميله والسكر مظبوط. انزلي بقى اشتركي في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلينا يلا اللي ياخد يمشي. شكرا. خشي يلا. ايه؟ ممكن اخد تاني؟ لحد كده حد حته واحده. طيب. هتفضل عشان على طبعا يا ماما.